كلنا نعرف البالونه لطيفه في اعياد الميلاد، في الافراح مع الاطفال، جميله مبهجه، لكن للاسف عمرها قصير وبتفرقع بسرعه، والاطفال بينسوا وبيشوفوا غيرها. بصراحه حاجات كتير في حياتنا بقت زي البالونه، ظاهره بتظهر وبتكبر وبتكبر وبعدين بتنزل على مفيش. النهارده السوشيال ميديا اتقلبت بين جماهير القطبين. هو ما بيحتفل ليه كده؟ واشمعنى بالونه بيضه اللي الناس بتتابع كل اخباره وبقى دولي ولاعب منتخب وسبحان الله معاش فتره في الزمالك. طبعا ظهرت نجوميته، كلنا فاكرين لما كان هيوقع السور المدرج في الجونه من فرحته مع جمهور الزمالك، وفاكرين غلطته الكبيره في حق المنافس الكبير الاهلي وفي رموزه طبعا العظيمه وجماهيره العظيمه. جاله عقد احتراف وشفنا دموعه على الهوا، وسافر وما قدرش يستوعب التجربه، لكن الاهلي دفع وهو حر وسامح وعفى وعمل معاه اللي ما اتعملش مع التوأم حسام وابراهيم ولا الحضري ولا حسام عاشور ولا رمضان صبحي. الاهلي كبير بامام ومن قبله ومن بعده، مفيش بطوله زادت ولا اسلوب لعب اتطور. يعني هو انا ولا فريق البرنامج اللي جبنا البالونه ورحنا حطيناها في وحطها تحت جزمتك بقاله سنه تقريبا، شاغل الاعلام والسوشيال ميديا باخباره وحركاته ومواضيعه وقضاياه ومحاكمه. للاسف مفيش منها موضوع واحد يخص الكوره. بس يا ترى لما نجم لقطات كل كام يوم يثير الفتن، يا ترى ده مين هيوقفه عند حده؟ ولا هيتساب كده؟ ولا هنسيب البلالين والنفخ يستمروا بدون حساب؟ والالوان كتير، فيها بلالين حمراء وفي بلالين صفراء وفي خضراء. وبصراحه كفايه لقطات، نفسي نركز في الملعب، نفسي هنا نيجي نتكلم عن الكوره. هو امام مش عارف ان البالونه بيضه؟ هو امام مش عارف انه ما يعمل كده اللقطات دي هتتاخد على السوشيال ميديا؟ ما انتش لاقي محتوى تقدمه غير تتكلم على لعيبة النادي الاهلي وامام عاشور؟ هو الشياط وصل لك للدرجة دي يا راجل؟ هو يعني ايه مشكلة لما يحتفل ببالونة لونها ابيض لونها احمر اي بالون؟ ولا حرقتك قوي جامد لدرجة ان انت مش مستحمل؟ انا عارف انتقال امام عاشور للنادي الاهلي اثر في نفسيتك جامد جدا جدا، وخلى عندك يعني عدم شعور يعني بالوحدة والغيرة ان امام عاشور بقى نجم في النادي الاهلي ومؤثر في النادي الاهلي تأثير جامد جدا جدا، متألق وعامل شغل عالي جدا جدا مع النادي الاهلي. لكن معلش اهدى على نفسك كده خالد يا غندور، الدنيا مش مستاهلة وانت لسه صغير، ما ينفعش تبقى عندك شاب للدرجة دي.